السلام عليكم. دلوقتي هنعمل مع بعض الكوكيز. انا حطيت هنا كوبايه الا ربع زبده وكوبايه الا ربع سكر، وهضربهم مع بعض وبعد كده احط بيضتين وفانيليا. ده شكل الزبده بعد ما عملتها، ضربتها مع السكر، وهحط عليها بيضتين عليهم فانيليا، وهضربهم بالمضرب وارجع لكم تاني. بعد ما عملت الزبده والبيض والفانيليا هحط عليهم كوبايتين دقيق وهنخلهم. ادي واحده وادي التانية، وكيس البيكنج باودر، ولو احتجت دقيق تاني هحط بعد ما اعجن العجين. ده شكلها بعد ما حطيت كوبايتين الدقيق وكيس البيكنج باودر، بس انا حاسه ان هي محتاجه دقيق تاني. هنا عامله زي البيتي فور بالظبط، ناعمه خالص، هحط لها دقيق تاني. ده شكل العجينه بعد ما خلصت. انا كده حطيت 3 كوبايات دقيق وبيضتين وكيس فانيليا وكوبايه الا ربع زبده. انا هنا مش هحط كاكاو لان انا حاطه فانيليا دريم بالبرتقال، مخليه ريحته فظيعه، مخليه ريحته جميله جدا. انا دي شكل العجينه بعد ما عملتها اهي. هدوس عليها كده، مش هتبقى بتشقق كده، هي مش محتاجه اي حاجه تاني. ما شاء الله طريه جدا جدا وريحتها فظيعه. انا هنا مش هحط عليها كاكاو، انا هستخدمها بس كده. هكورها بقى كور صغيره وهحطها في اي حاجه مش مدهونه، وادخلها الفرن واسويها. شاطر. عاوز الثانية. انا هنا كان عندي البصامه ديت، وريها لهم يا دودو. ماشي. عملنا بيها الاشكال دي. انا بفتحها. شاطر. انا دوري اعمل. يلا. انا دوري. شاطره، برافو عليكي. وده شكل الصاج بعد ما خلصناه. انا قلت بدل ما ادوره واعمله دوريات وكده نغير. كان عندي الشكل ده، فردنا كده وعملنا بالقطاعه. ويا جماعه ده شكله. وده الكوكيز شكله بعد ما طلع اهو.